السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، طبعا وحشتوني. هتكلم معاكم فيديو النهاردة عن توقعات برج الحمل من 9 مارس ل 15 مارس. هنفتح عليك الفترة دي يا برج الحمل، هنشوف طاقتك الأول أهم حاجة، بعد كده هنفتح على طاقة الحبيب الشريك. برج الحمل، خد الجزء بس اللي ينطبق عليك من القراءة بس ممكن جزء هو اللي ينطبق عليك. لو القراءة كلها انطبقت عليك سيب لي ده في كومنت. برج الحمل دي مجرد توقعات، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وممكن كمان القراءة تكون عكسية. طاقة برج الحمل من 9 مارس ل 15 مارس. برج الحمل، برج الحمل لو لقينا تفاعل على الفيديو هننزل برج الحمل اسبوعيا زي بقيه الابراج. اوكي، تفاعلوا معايا على الفيديو، لايك وشير اهم حاجه، والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل فيديو بنزله. لو لقيت تفاعل من برج الحمل هننزل ده كل اسبوع. برج الحمل، طيب برج الحمل الناري. برج الحمل انا شايفه في حد بيلفت انتباهك كده، يعني في حد بيجذبك ليه، او حد شاغل طاقه تفكيرك الفتره دي، او انت محتار ناحيه حد عامه. لكن شايفه في توتر، او بمعنى اصح ممكن يكون انت في عندك مشكله مع افراد وعايز تنتصر. مش حكايه بقى ان انت تنتصر، ان انت يعني المهم ان انت تطلع كسبان، لا انت عايز تثبت حق. فانا شايفه ان انت عايز تثبت حق. وكمان يا برج الحمل، من الواضح كده ان انت في انتظار مبلغ. المبلغ اوريدي شايفه فيه عرض متقدم لك بمبلغ، ممكن مستحقات هترجع لك، ممكن كمان مبلغ متأخر، او ممكن دخل زائد، او راتب. لكن انا شايفه انت في انتظار مبلغ، وفي مبلغ جاي لك يا برج الحمل. برج الحمل طبعا البعض منكم انا شايفه ان انت بتفكر في سفر، بس انت علشان تسافر لازم تتغاضى عن حاجه، او ممكن في حاجه معينه لازم تقدم تنازلات فيها علشان يعني تاخد خطوات متعلقه بموضوع السفر. اوريدي شايفه في عندك خطوات سفر يا برج الحمل، بس ممكن ما يبقاش خلال شهر مارس ولا ابريل، لكن ممكن لو انت بتسعى لسفر توقع ده من شهر مايو. لاني من الواضح كده ممكن في امور هتعرقل، يعني هتتعرقل عندك شويه، لكن بعد كده شايفه الخطوات هتتيسر عندك بالنسبه لموضوع سفر. برج الحمل، عايز تواجه مين؟ عايز تواجه مين يا برج الحمل؟ انا شايفه ان انت جايب اخرك، جايب اخرك. برج الحمل من الواضح كده انا شايفه فيه زي ما قلت لك شخص بيلفت انتباهك الفتره دي، شاغل طاقه تفكيرك كده، وكانك عايز تعرف الشخص ده نوايا ايه بالظبط، طاقه تفكيره ايه، طب الشخص ده بيعمل معايا ليه كده. وفي نفس الوقت انت ممكن في عندك مواجهات من الماضي او عتاب، يعني ممكن يكون في شخص لسه ما قفلتش الصفحة معاه، او ممكن في شخص المفروض ان انت مستني تاخد حقك منه. لكن شايفة في مواجهات، ممكن في صفحات هتتفتح تاني من الماضي يا برج الحمل، لكن حاذر التهور والغضب، لان ممكن هيبقى في صفحات هتتفتح من الماضي، ممكن كلام، ممكن حاجة تجيلك من الماضي، فهتبقى عايز تواجه. يعني كأنك بقى تقول لنفسك لا خلاص كفاية لغاية كده انا مش هسكت تاني. فشايفة ممكن يبقى في منك رد عنيف، لكن ما تضيعش حقك بردود افعالك يا برج الحمل. برج الحمل في حد هيساعدك، في حد هيدعمك. ممكن في امر عندك متعلق بعمل او مشكلة في عمل، او ممكن حاجة انت اتحطيت فيها في شغلك فحاسس ان انت الموضوع ده مش عارف تطلع منه، لكن في مساعدة شخص. وفي نفس الوقت يا برج الحمل، الشخص اللي هيساعدك ده ممكن يكون برج ترابي او الميزان، يعني ممكن جدي او ثور او عذراء او برج الميزان. لكن يا برج الحمل حاذر 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 من حد مقرب منك وامرأة. يعني في امرأة أو حد مقرب منك، ممكن تكون صديقة، ممكن حد من العيلة، حد من الأصدقاء، الله أعلم. بس الحد ده أنا شايفة إن هو بيتسرسب لحياتك كده كأنه عايز يعرف كل تفاصيل حياتك، تمام؟ وفي نظرة فيها حسد منه يا برج الحمل. يعني ممكن الشخصية دي عامله ان هي بتخاف عليك، او قلبها عليك، او ان هي بتقف جنبك او بتدعمك، لكن الحد ده بيحاول يتقرب منك، يعرف تفاصيل حياتك، يعرف همومك، يعرف الحلو، يعرف الوحش عندك. لكن انا عايزه اقول لك في من الشخصيه دي او الست دي نظره حسد اتجاهك يا برج الحمل،
حاول ان انت تداري على امورك شويه الفتره دي، او بمعنى اصح تقفل على نفسك او على اسرارك الداخليه، اسرارك الشخصيه يا برج الحمل. لان في حد بيستغل ده، في حد بياخد الاخبار او المعلومات منك، ممكن بيطلعها لحد تاني، وفي نفس الوقت شايفه فيه نظره حسد عندك يا برج الحمل. برج الحمل كمان البعض منكم طبعا طالع لي ان في انفصال وفي بلوكات، يعني ممكن انت منفصل عن شخص وفي بلوكات ومستني حق او مستني استرداد حق. برج الحمل الناس اللي مستنيه ترقيه في عمل، او مستني نقله افضل، او مستني عمل في حاجه متعلقه بالعمل عندك يا برج الحمل، لكن الحاجه دي الشيء ده انت منتظره بقالك فتره، يعني ممكن ترقيه، او ممكن انت في عمل وعايز تروح مكان تاني بس مستني رد، في مقابله عمل عندك او زي انترفيو، او ممكن لقاء عمل عندك يا برج الحمل، وفي نجاح من خلال اللقاء دوت او المقابله دي، ممكن يكون اختبار او ممكن انترفيو. فانا شايفه فيه حاجه متعلقه بلقاء في عمل، في من وراه ترقيه او نجاح ليك، او حاجه انت منتظرها يا برج الحمل. برج الحمل طبعا انت شايل حمل اكبر من طاقتك، مضغوط، مضغوط جدا الفتره دي، وكأن الكل بيضغط عليك، او ممكن الكل الفتره دي بيجي عليك بيشيلك، ممكن مسؤوليات، ممكن ماديات. شايفه ان انت شايل حمل تقيل يا برج الحمل، بس ملتزم الصمت، مبين ان انت شخص قوي، ان انت مسؤول، ان انت تقدر تقوم بكل المسؤوليات دي. وفي نفس الوقت انت عاطفيا كأني بقى في عندك جمود، يعني عاطفيا انا شايفه ان انت من كتر الصدمات اللي انت خدتها يا برج الحمل بتبين للناس ان انت متوازن، ان انت اوكي متوازن، ان انت شخص مسؤول، ان انت شايف امورك كويس، بس انت من جواك تعبان، انت من جواك تعبان يا برج الحمل، وفي صدمات كتير مريت بيها. عايزه اقولك ان الصدمات اللي انت مريت بيها دي هي اللي قوتك، هي اللي قوتك وخلتك كده. برج الحمل كمان ممكن يبقى فيه قرار تاخده متسرع تلوم نفسك عليه، بلاش قرارات سريعة الفترة دي يا برج الحمل. ممكن يكون في قرار متسرع انت هترجع ممكن تلوم نفسك عليه. القرار اللي انت هتاخده ده انت ممكن هتدافع عن حد، او بمعنى اصح كده هتحاول ان انت تطلع حد من مشكلة او تساعد حد في موقف وهتدافع عنه، لكن بعد كده هتكتشف يا برج الحمل ان الحد اللي انت دافعت عنه ده ما كانش يستحق، فممكن هتحارب ناس علشان خاطر الحد ده. فما تتسرعش في قراراتك وفي حكمك على الناس يا برج الحمل. برج الحمل زي ما قلت لك في عندك بداية جديدة، في حد بيعمل لك جذب. يعني ايه؟ مش جذب اللي هو يعني بيعمل لك حاجة، لا، يعني شاغل طاقة تفكيرك بمعنى اصح، وانا شايفة ان انت عايز تاخد خطوة للشخص ده بس متردد. ممكن كمان العلاقة دي تكون ثلاثية يا برج الحمل، يعني ممكن العلاقة دي يكون فيها طرف ثالث علشان كده انت متردد. برج الحمل الناس اللي بتعاني في عندها تعب صحي جسماني، يعني تعب نفسي، في عندك استشفاء يا برج الحمل، وانت اللي هتعالج نفسك بنفسك، انت اللي هتعالج نفسك بنفسك. يعني ممكن لو في كورس او في حاجة معينة، فانا شايفة ان انت هتتغلب على امر، وفي عندك استشفاء للناس اللي بتعاني من عرض صحي او ممكن ازمة نفسية او اي حاجة. بس اخرج من العزلة يا برج الحمل، اخرج من العزلة شوية اللي انت فيها. شايفة ان انت قافل على نفسك، وفي نفس الوقت انت صفيت ناس كتير من حياتك، في ناس تستحق وفي ناس لا يا برج الحمل. يعني انا شايفة كده ان انت خدت ايه، يعني حصل لك زي كشف اقنعة من ناس معينة حواليك، فانت بقيت بتعامل الناس كلها زي يعني زي الشخص ده اللي انت اتخدعت فيه، مش بتعاملهم وحش، ما بقاش عندك ثقة، يعني ما بقاش عندك ثقة، فالثقة عندك بقت مهزوزة شوية. لكن أنا عايزة أقولك مش كل الناس يا برج الحمل، يعني حاول إن أنت تفهم الشخص اللي قدامك، حاول إن أنت ما تتسرعش في قراراتك، وبرضه ما تحكمش على الناس بسرعة يا برج الحمل. طيب برج الحمل إيه علاقتك بالأسد؟ أوكي، والحوت، إيه علاقتك بالأسد والحوت يا برج الحمل؟ أوه، في زواج. طيب في حاجة بقى، لو انت مستني علاقة فيها ترسيم ارتباط، ممكن زي ما قلت لك من الأسد أو الحوت، في خطوات متعلقة بزواج أو ترسيم يا برج الحمل. طبعا ممكن تقولوا لي هما البرجين دول، لا مش هما البرجين دول طبعا، بس دول اللي مسيطرين معايا في طاقة الزواج والترسيم.
يعني البرجين دول الاسد والحوت هم اللي مسيطرين معايا في آه طاقة الترسيم او الزواج او الاستقرار. فانت لو مستني خطوات، فانا شايفة في خطوات من البرجين دول متعلقة بزواج واستقرار. ممكن كمان يكون في ترسيم خلال الفترة المقبلة، وممكن الزواج يكون في النص التاني من 24 يا برج الحمل. طيب برج الحمل طبعا الابراج اللي ظهرت معانا في الطاقة عندك الحوت، الحوت متكرر معايا، الاسد، وبرده السرطان، الدلو، الثور، اوكي، والجدي، الابراج اللي ظهرت معايا. طيب نخلي طاقتك كده عشان بحب يعني ابقى شايفه اول كروت عندك في الطاقه. اوكي، طيب نفتح على الشخص اللي انت بتفكر فيه يا برج الحمل. زي ما قلت لك انا ظاهر معايا حد بيعمل لك جذب، بيلفت انتباهك. الشخص ده انت محتار في امره، وكأنك لغاية دلوقتي انت الشخص ده مش عارف نوايا ايه اتجاهك او هو هيعمل معاك ايه. طيب نشوف كده الشخص ده طاقة تفكير شريك الحبيب اتجاه برج الحمل. هو الشخص ده ممكن يكون سابك ومشي يا برج الحمل، اوكي، عشان طرف تالت او في طرف تالت، او انت لقيت الشخص ده اختفى التزم الصمت فترة علشان خاطر طرف تالت. طالع لي طاقة شخص لقيته في قب مشي او اداك ظهره، او ممكن الشخص ده كان في معاه طرف تالت فحس ان هو مش مبسوط او مش مرتاح في العلاقة مع الطرف التالت، دخل علاقة معاك، بعد كده حس ان هو مش هيقدر يطلع من الطرف التالت فالتزم الصمت. ممكن كان مديك وعود، متفق معاك على اي شيء ان هو يتخلص من العلاقة دي او ان هو يعمل شيء علشانك، وبعد كده لقيت الشخص ده ممكن اختفى او التزم الصمت. اللي ظاهر معايا في الطاقة شخص مديك ظهره. الشخص ده ممكن يكون مسافر يا برج الحمل، او ممكن يبقى فيه اختلاف في الجنسيات، اختلاف في الديانات، في الطبقات، في المستوى الاجتماعي، بس في اختلاف ما بينك وما بينه. الشخص ده من الواضح كده ان هو بعد ما اختفى، او ممكن كان بيتعامل معاك بغموض، ما ممكن الاختفاء ده يبقى غموض منه، يعني ممكن هو يبقى معاك في العلاقة وغامض، انت مش فاهمه، انت مش قادر تقرأ افكاره، او مش عارف هو ناوي على ايه، او ممكن مش عارف مشاعره ايه اتجاهك. فالشخص ده بعد ممكن ما اختفى وقت، شايفه ان طاقه تفكير الشخص ده بيفكر ان هو ياخد قرار، القرار ده ان هو يظهر، او بمعنى اصح يوضح لك شيء. اوكي، الايت اوف ووند. طيب هو مين اللي المفروض يزعل؟ ده زعلان منك يا برج الحمل، زعلان منك. طيب ممكن تقولوا لي لا زعلان ازاي؟ ده هو اللي مزعلني، او هو اللي ما عملش حاجه لغايه دلوقتي، او انا محتاره في امره، هو مش مديني عقاد نافع، او ممكن مش معرفني هو هيعمل ايه بالظبط. الشخص ده زعلان ممكن علشان ان هو كان المفروض لما التزم الصمت او اختفى او بعد، ممكن يكون الشخص ده معاك بس اختفى يومين ثلاثه وما لقاش رد فعل منك. يعني ممكن يكون ده الشخص ده اختفى شويه او بعد شويه علشان يشوف رد فعلك انت ايه، فانت ما قمتش برد فعل فهو زعل. من الواضح كده ان الشخص ده في اختبارات او يعني بيعمل لك زي تيست، او ممكن في حاجات بيقوم بيها، لاني انا شايفه ان هو قاصد يحطك في طاقه حيره، عايز يستنتج رد فعل الحمل. يعني كأن كل خطوه بياخدها الشخص ده هو عايز يشوف رد فعلك ايه. طب هو لو اختفى، او هو مثلا لو اتعامل بغموض، انت هتتعامل ازاي؟ طيب هو لو ما بينش مشاعره، انت هتبين مشاعرك؟ فانا شايفه ان هو بيعمل حاجات كانه عايز يستنتج رد فعل. الشخص ده عايز يتاكد من حاجه. طبعا الفور اوف كاب انا شايفه ان هو زعلان في امر مخليه زعلان منك. طيب لو الشخص ده هو سابك وراح لطرف تالت، ممكن يكون حصل مواجهه ما بينك وما بينه، وانت اتكلمت او انت قمت يعني كلام، او في حاجات انت عملتها، فهو شايف ان المفروض هو اللي يزعل. ده حق مكتسب. يعني ايه؟ يعني ان انت كنت صبرت عليه او استنيت عليه، فهو ممكن يكون بيقول لنفسه ان هو لا، هو زعلان من الحمل لان انت اتهمتني او ان انت اتكلمت معايا باسلوب مش حلو، فالمفروض ان انت كنت تستنى عليا. عايزه اقول لك كمان يا برج الحمل، الشخص ده هيتواصل معاك
لقيته فوند طبعا الشخص ده هيتواصل معاك. ظهر معايا الدلو، اوكي، ظاهر معايا الدلو. اوكي هو ده. انا يعني لسه بشوف بقول هيتواصل معاك وهو زعلان ازاي. هو عايز يعاتبك، هو عايز يعاتبك في شيء. طيب ممكن تقولوا لي هو اللي هيعاتب؟ هو اللي هيعاتب يا برج الحمل. يعني شوف، هو شايف ان هو زعلان فعايز يتصالح. يعني ايه؟ يعني الشخص ده مش قادر بقى خلاص يستحمل الزعل. هو شايف ان الموضوع كده، هو التزم الصمت او انت اللي التزمت الصمت، سواء انت اللي بعدت او هو، او ممكن تكون انت لغايه دلوقتي ما قدمتش تنازلات في العلاقه دي يا برج الحمل، او ان انت ما بينتش مشاعرك. فهو في حاجات خطوات قام بيها علشان يستنتج رد فعل منك ويتاكد من نواياك، لقاك مفيش، او ممكن حس ان انت جمدت قلبك او بدأت تسيطر على مشاعرك، علشان كده هو زعلان. طيب الشخص ده من الواضح كده ان هو ما بيستحملش الزعل. يعني ايه؟ يعني ممكن بيختفي وبيزعل وبيجي له وقت لا هعاتب وهواجه. مش من النوع اللي هو يعني بيزعل فترة او بقلب اسود مثلا بيستنى لما انت تيجي تعتذر له والكلام ده، لا. الشخص ده زعلان، علشان كده انا شايفة في خطواته ان هو جادجمنت، عايز يعاتبك، هو عايز يتكلم معاك وبصراحة. يعني كأن الشخص ده بيقول لنفسه هحط النقط على الحروف خلاص مع الحمل. يعني أنا لازم أعرف نكمل ولا وهيقبلني بشروطي دي، ولا مش هنكمل. فأنا شايفة إن هو كأنه الشخص ده هيحط النقط على الحروف معاك، وفي نفس الوقت في عتاب، في تواصل ما بينك وما بينه. ممكن يكون في بلوك يا برج الحمل ما بينك وما بين الشخص ده. طيب أنا هقول لك على حاجة بقى. لو انت اللي اختفيت عن الشخص ده، اوكي، هو عمل بلوك بسبب اختفائك. طيب لو هو اللي اختفى وهو اللي عمل بلوك، فانا عايزه اقول لك ان هو عمل بلوك علشان ممكن يكون حصل كلام او في رد فعل منك زعله، لما قعد مع نفسه وبدأ يهدى او بدأ يحس ان خلاص الامور هديت او استقرت شويه، هيبدأ بقى يفتح البلوك، وهيبقى فيه الجادجمنت والايت اوف وند، في تواصل، في عتاب ما بينك وما بينه. برج الحمل كمان الشخص ده من الواضح كده ان هو في طاقة مراقبة، بس بيراقبك منين؟ يعني شايفة في طاقة مراقبة. الشخص ده عايز بداية جديدة تاني ما بينك وما بينه، عايز تصالح، هو عايز رجوع، بس عنده كبرياء جامد شوية. هو عايز تصالح وعايز رجوع، عايز عتاب، عايز صفحة جديدة، عايز ولادة شيء جديد ما بينك وما بينه. لكن هو عارف اللي هو يعني ايه، مش حكاية مستكبر، لا، حاسس ان هو هيجي على كرامته قوي لو عمل ده. طيب هيعمل ايه؟ هيتواصل معاك. ممكن يتواصل معاك بطريق غير مباشر، يعني ممكن يعمل لك رياكت، يعمل لك لايك، ممكن يفتح بلوك، ممكن ينزل بقى حاجات عشان يلفت نظرك، يشدك ليه الفترة دي، يعرفك ان هو لسه موجود وان هو اللي اتخذل وان هو اللي اتصدم. ممكن يبين لك ده علشان يستفزك، تقوم انت رادد وتقوم انت متكلم. يعني ممكن تكون مش انت اللي ظلمته، اوكي، بس ممكن هيعمل ده علشان خاطر بقى يطلعك من حالة الصمت اللي انت فيها، تتكلم بقى تطلع اللي جواك. شخص غريب، بس يعني طاقته وخطواته تجاهك عجباني. يعني هياخد خطوة، اوريدي في خطوة منه. هو مش شايف نفسه غلطان في شيء، بالعكس هو شايف ان هو شخص ملتزم بالعادات والتقاليد والاصول، فهو ما حبش يعمل حاجة خارج المعتاد او خارج العادات والتقاليد والاصول. فممكن يكون الشخص ده استنى لما الظروف تبقى مهيئة عنده او ان هو اموره تبقى اوكي ويبدأ يبين لك مشاعر او حب. طيب لو انتوا متزوجين والعلاقة اون اوف يا برج الحمل، هو ده اللي انا عايزة اشوفه من ساعة ما فتحت طاقة الشخص ده، واشوف موضوع الطرف الثالث. لو انتوا متزوجين، طيب بص بقى يا برج الحمل، حلو قوي. لو انتوا متزوجين، لو انت متزوج يا برج الحمل، او ممكن انفصلت عن شخص، اوكي، يعني كنتوا متزوجين منفصلين والشخص ده الجوزاء، الجوزاء، اوكي،
مش شرط الجوزاء، عشان برضو يعني دماغكم ما تلفش مني. عايزه اقول لك ان الشخص ده اوكي في عنده علاقات كتير، تمام، الشخص ده متعدد العلاقات، تمام، بس الشخص ده بيفتكر لك مواقف انت ساندته فيها او وقفت جنبه فيها. ممكن تقولوا لي ازاي يا نونا؟ ده مش فاكر اي حاجه وما افتكرش وما عملش. لا، الشخص ده اوكي، انت لو العلاقه دي انتوا متزوجين والعلاقه اون اوف او انفصلتوا، عايزه اقول لك يا برج الحمل ان الشخص ده في عنده علاقات، تمام. طيب هل هو هيستغنى عن العلاقات دي؟ الشخص ده بدأ يحس ان انت اللي كنت بتدعمه، انت اللي بتديله، انت اللي بتقف جنبه، والعلاقات دي محدش بيقف جنبه. يعني ايه؟ يعني مصالح بمعنى اصح. لاني انا شايفه ان الشخص ده عرف قيمتك، الشخص ده عرف قيمتك، عرف ان الحمل هو اللي كان عايز الاستقرار، هو اللي كان عايز الهدوء، هو اللي كان بيدعمني بيقف جنبي. ممكن كمان انت بتدعم الشخص ده ماديا، بتقف جنبه، ممكن سدت له دين، وقفت جنبه في أزمة. علشان كده زي ما قلت لك هو حس دلوقتي ان انت المميز، والعلاقات دي مش يعني عارف اللي هو ما كانش المفروض ان هو يدخل العلاقات دي. طب هل في عنده ندم؟ طب وهل هيحصل رجوع؟ هو ممكن يكون شخص نرجسي شوية برج الحمل، شايف نفسه شوية. ممكن الشخص ده فيه عنده حاجة كده مخليه شايف نفسه شوية. هو عنده ندم، هو عنده ندم لما انت المرة دي ما خدتش خطوة تجاهه. يعني ايه؟ شافك بطاقة الكوين اوف ووندز، يعني حس ان انت بقيت قوي، مهتم بنفسك، بستايلك، عامل لوك جميل، بتخرج ليك اصحاب، بتشتغل على نفسك، وما خدتش خطوة تاني تجاهه. انت الاول ممكن لما كان بيحصل مشكلة ما بينك وما بينه، ممكن انت اللي بتحاول تصلح الموقف، انت اللي بتعتذر، انت اللي بتروح له، انت اللي بتبدأ. هو حس دلوقتي ان انت مش واخد خطوة، انت متجه لمسار تاني، او هو مش في دماغك، بدأت تهتم بنفسك، تشتغل على نفسك. لا، ازاي؟ علشان كده بدأ يبص تاني للحمل، وعايز يعيد الاستقرار، يعيد المشاعر والرومانسية تاني معاك. لو الشخص ده مبتعد عنك، متزوجين منفصلين، فعايزه اقول لك الشخص ده عرف قيمتك يا برج الحمل. ممكن كان بيعاملك بجفاء، يعني ما كانش مبين لك مشاعر بسبب العلاقات اللي كانت عنده. طيب هل لو في طرف ثالث وعلاقات عند الشخص ده هتطلع او هيتغاضى عن العلاقات دي؟ هيحارب، هيحارب وهيبذل مجهود علشانك يا برج الحمل. في حاجة زي ما قلت لك، الشخص ده كان بيتعامل معاك بجفاء، ممكن يكون كان بخيل ماديا، بخيل في عواطفه، بخيل في المشاعر. في حاجة كمان، ممكن الشخص ده ما كانش بيدافع عنك، او ممكن لما بيبقى فيه موقف او حاجة ما كانش بيقف جنبك زي ما انت ما كنت بتبقى متخيل او منتظر رد الفعل ده. لكن دلوقتي في طاقة تخاطر، في طاقة تخاطر لتو اوف كاب. وممكن كمان في حاجز ما بينك وما بين الشخص ده، ممكن طاقة سلبية كمان يا برج الحمل. هتقولي انت عقدت الدنيا قوي يا نونا، هقول لكم لا، الشخص ده ما كانش شايف الحمل، كان بخيل مع الحمل في مشاعره، كان في اوريدي عنده علاقات بسبب طاقة سلبية. وفي نفس الوقت لما لقى الحمل بدأ يهتم بنفسه ويشتغل على نفسه، حد مميز وناجح وبينجح ومش متأثر بقى المرة دي ولا بياخد خطوة تجاهه، لا، هو هيحارب علشان يعيد الحمل تاني ليه. ففي خطوات فعلا من الشخص ده. اولا اول خطوه انا شايفاها منه ان هو بيعمل لك تخاطر في طاقه تفكير، عنده كبرياء ممكن شويه وغرور ان هو يرجع ندمان. لكن انا عايزه اقول لك كفايه طاقه التخاطر. لو الشخص ده يا برج الحمل بيجي لك في طاقه تفكيرك كتير، بتحلم بيه كتير، يبقى تعرف ان كلامي صح، يبقى تعرف فعلا ان كلامي صح، لان الشخص ده بيعمل لك تخاطر. اوكي. طيب في رجوع للعلاقه ما بينك وما بينه، في رجوع، في خطوات منه لشريط طاقة السرطان، في خطوات من الشخص ده. لو الشخص ده فيه معاه طرف ثالث او انت دخلت العلاقة دي، اوكي، حصل ترسيم مثلا وسبته علشان خاطر الطرف الثالث، ممكن مش هقدر اقولك ان هو هيسيب الطرف الثالث بنسبة 100%، ممكن يبقى لسه في حاجات معلقة ما بينه وما بين الطرف الثالث.
يعني ممكن بقى لسه في مستني حقوق ياخدها او يديله هو حقوق، ايا كان في حاجات معلقه لسه ما بينه وما بين الطرف الثالث، لكن هياخد خطوات اتجاهك يا برج الحمل. اوكي. طيب برج الحمل، نشوف كده ايه الابراج اللي هتظهر معانا في طاقه الحبيب، اللي الشخص ده هياخد فعلا خطوات جديه تجاهك. من الواضح كده ان في شخص منفصل عايز حب ومشاعر معاك، عايز حب ومشاعر معاك وعايز بدايه. ممكن غالبا يكون شخص منفصل، في حاجة مشتركة ما بينك وما بين الشخص ده، يعني ممكن معاك في الشغل في العمل، ممكن يكون الشخص ده مقرب صديق، بس انت عارفه الشخص ده عايز ياخد خطوات جادة اتجاهك جدا يا برج الحمل، وظهر معايا الجوزاء. اوكي. طيب برج الحمل كمان انا طالع لي لو انت مرتبط بشخص مسافر، فطالع لي ان في شخص على وصول من سفر، او ممكن في شخص بياخد خطوات رجوع من مكان لمكان اتجاهك، يعني ممكن هياخد خطوات اتجاهك فمستني لما يرجع من السفر. اوريدي طالع لي في حد راجع من مكان بعيد يا برج الحمل وفي خطوة اتجاهك. طيب الابراج اللي ظهرت معانا زي ما قلنا الجوزاء، الثور، سرطان، الجدي، اوكي، القوس، الاسد. الابراج النارية كلها ظهرت معايا، والدلو. طيب برج الحمل علشان بس وقت الفيديو. طيب نفتح كده على طاقة كل برج اتجاهك. طاقة، طب ليه اهو. اوكي. من الواضح كده ان انت متوتر جدا يا برج الحمل، في حاجة موتراك، حاسس ان انت طاقتك مش احسن حاجة، زي ما انا ما شايفاك في طاقة حيرة. لكن زي ما قلت لك حاذر القرارات السريعة يا برج الحمل الفترة دي، علشان ما تاخدش قرار ترجع تندم عليه. طيب الحمل مع الحمل في رجوع، الحمل مع الحمل ورجوع سريع. الثور ممكن يكون في عتاب ما بينك وما بين الثور، ممكن كمان الثور يكون واصل له حاجة غلط، او واصل له كلام غلط، او فاهم حاجة غلط. طيب الجوزاء، طالع لي انفصال ما بين الحمل والجوزاء، وممكن يكون رجوع بعد انفصال لو انتوا اوريدي منفصلين. طيب السرطان، في عرض جاي لك من السرطان، ممكن يكون اعتراف بحب، ممكن يكون عرض ترسيم، ممكن يكون عرض رجوع. طيب الاسد، شايفه ان الاسد هيبدا ياخد خطوات اتجاهك، الاسد هيبدا ياخد خطوات اتجاهك، بس ممكن يكون الاسد كان عنده ازمات ماديه ومستني ان هو يستقر ماديا، او ان هو يصلح اخطاء ماديه عنده. طيب العذراء، من الواضح كده ان العذراء ممكن هيبين لك شويه ان هو مش مستقر، يعني هتحس ان العذراء ممكن يحطك في طاقه حيره شويه الفتره دي. طيب الميزان، في خطوه من الميزان هياخدها حلوه جدا اتجاهك، في خطوه، اشاره، علامه. يعني ايه؟ يعني من الواضح كده لو انت بقالك فتره سنين مثلا مع الميزان او شهور ومستني ان هو ياخد قرار، طالع لي ان الميزان هياخد قرار في خلال خطوه. الخطوه دي ممكن تكون اسبوع او شهر، بس في شيء هيقوم بيه، هينور لك حاجه، يعني في علامه استفهام عندك. الخطوه دي هتحل او هترد على علامه الاستفهام اللي عندك. طيب ايه العقرب، شايفه في تطور ومرحله جديده ما بينك وما بين العقرب، ممكن يكون في سفر ما بينك وما بين العقرب، ممكن يكون في شراء بيت انت والعقرب، او نقله جديده ما بينك وما بين العقرب، بس في مرحله جديده. ممكن العقرب يكون شخص جديد في حياتك، او ممكن يكون شخص لسه معجب، لكن في مرحلة ما بينك وما بين العقرب، مرحلة جديدة. ممكن يكون تصالح، يعني انتوا خرجتوا خلاص من العتاب والمواجهات وفي تصالح، لان في مرحلة للافضل ما بينك وما بين العقرب. القوس تعبان، القوس منعزل الفترة دي يا برج الحمل، فلو انت حاسس ان هو مختفي مش طايق نفسه تعبان، اوكي، فعلا هو قافل على نفسه، عايز يستجم، عايز ينعزل شوية، ممكن يكون كمان تعبان. طيب الجدي، في حق وفي عدالة هتحصل ما بينك وما بين الجدي يا برج الحمل، يعني ممكن
لو انت مظلوم من الجدي حقك هيرجع لك والعكس. طيب الدلو، التوف قب يا سيدي، يا سيدي. شايفه انت والدلو رغم ان ممكن يبقى في اختلاف في السن في الجنسيات، في اختلاف ما بينك وما بين الدلو في حاجه، ممكن يكون مستوى اجتماعي، مستوى مادي، مستوى علمي، لكن انا شايفه ان الدلو متمسك بيك جدا وبيحبك. الحوت، انا شايفه ان الحوت عايز يحافظ على العلاقه ما بينك وما بينه بهدوء، وفي نفس الوقت الحوت عايز يحافظ على الاستقرار المادي، يعني يبقى مستقر ماديا الاول علشان العلاقه يبقى فيها استقرار ما بينك وما بينه. طيب اوكي، طيب ناخد لك رساله يا برج الحمل. رساله لبرج الحمل. اوكي، طيب الرساله بتقول لك في اتحاد. يعني ايه؟ من الواضح كده ان في حاجات هتعود لقلبك من الماضي يا برج الحمل. ممكن تقولي لي لا احنا مش عايزين الماضي، هو ممكن يجي، انت بقى ليك حرية الاختيار، ترجع او ما ترجعش، تبدأ البداية الجديدة اللي انا شايفاها او لا، او تسامح وتغفر ولا لا يا برج الحمل. لكن الرسالة بتقولك ذكريات الماضي تعود وتحرك قلبك ومشاعرك، دع الحب يرشدك كما تتذكر. الرسالة دي جاية في وقتها يا برج الحمل. فعلا زي ما شفت ان في حد من الماضي ندمان عليك، عايز ياخد خطوات اتجاهك، في عتاب عندك، في تواصل، في كلام من حد، وبمعنى اصح في امور كتير عاطفية هتوضح لك. اسمح لاتحاد الروح بالتواصل مرة اخرى. الرسالة كأنها بتقولك يعني اديله فرصة اخيرة، وانت ليك حرية القرار يا برج الاختيار يا برج الحمل. طيب نصيحة الملايكة ايه؟ ممكن الملايكة برضو تديك نصيحة تفيدك. ابحث عن علامة، دي زودت التوتر، يعني معنى كده ان انت في حاجة هتوضح لك، معنى كده ان في امور هتبقى الفترة اللي جاية فعلا محطوط في طاقة حيرة، كأنك هتبقى عايز تقرر. طيب الماضي اللي عايز يرجع ده اديله فرصة تانية ولا ابدأ حياتي من جديد؟ لكن الملائكة بتقولك ابحث عن علامة، يعني معنى كده ان في حاجة هتوضح لك، علامة، اشارة، خد بالك من كل حاجة علشان ما تاخدش قرار وترجع تندم عليه يا برج الحمل. في القريب العاجل، في مناسبة، اخبار، شيء مفرح بالنسبة لك في القريب العاجل يا برج الحمل. طيب احنا ممكن ناخد رسالة من عقله الباطن كده. انا احافظ على المسافة. يعني ايه؟ يعني من الواضح كده ان الشخص ده زي ما انت مبتعد او ان انت عامل حاجز، هو كمان بيعمل حاجز، طاقتك مألوفة، هو بيحس بيك. أفكر فيك كثيرا، هو بيفكر فيك، بس ممكن يكون الشخص ده بيتعامل بنفس أسلوبك، يعني ممكن يكون زي ما انت عامل حاجز هو كمان بيعمل حاجز ما بينك وما بينه. طيب ناخد نشوف الأوركل هتقول لك ايه. الأوركل بتقول لك ان الامور الماديه عندك يا برج الحمل بتاثر على العاطفه، يعني انت لو امورك الماديه مش اوكي، كل ده بيأثر عاطفيا عندك، يعني انت من الواضح كده بتتأثر بالماديات. طيب الأوركل بتقول لك في شخص يعود لك من الماضي يا برج الحمل، ده القراءة كلها بتأكد بنسبة 80% انه راجع راجع، فانت واختيارك وقرارك. انا ظاهر عندي في حد بيلفت انتباهك بيجذبك ليه، تمام، وزي ما ذكرت في برجين ظهروا معايا في طاقتك عايزين زواج وترسيم، اوكي، وفي حد من الماضي هيحاول ينكش تاني يا برج الحمل، وانت بقى وشطارتك. لكن الملائكه بتقول لك ابحث عن علامه، يعني معنى كده اعمل له تيست، اعمل له اختبار، حط شروط، او ابحث عن علامه هتعرف وهتتاكد
برج الحمل، الرسالة الأخيرة ليك بتقولك أنت بدأت دورة جديدة أو انتقال. يعني معنى كده إن في عندك علاقة جديدة، أوكي، أو أنت بدأت أوريدي في علاقة جديدة، أو ممكن يكون في عندك نقلة من مكان لمكان، أوكي، من بيت لبيت، أو ممكن نقلة عمل، وممكن كمان يكون سفر زي ما شفته في طاقتك يا برج الحمل، في خطوات متعلقة بسفر، بس ممكن تكون بعد شهر أو 2. برج الحمل دي كانت قراءتك زي ما قلت لك من 9 مارس ل 15 مارس. ما تنساش تتفاعل معايا على الفيديو علشان ننزل الحمل زي الابراج التانية ان شاء الله اسبوعيا. اوكي، بتمنى لك السعادة والتوفيق يا رب من كل قلبي، وما تنساش الاشتراك في القناة. بشكرك جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.